هنتكلم النهارده عن شويه موضوعات شغل الراي العام الرياضي حبتين. اولها هنتكلم عن بديل وسام ابو علي في النادي الاهلي، وهنتكلم عن رحيل زيزو اللي لسه اصلا ما جاش النادي الاهلي، وهنتكلم عن مدرب الزمالك، هل كارتيرون جاي ولا الكلام في ايه؟ دي كلها موضوعات ما هنتكلم فيها النهارده. هنبتدي كده عن بديل وسام ابو علي. وسام ابو علي يقترب من الرحيل عن النادي الاهلي في الانتقالات الحاليه الصيفيه بناء على رغبته هو مش رغبه الاداره، عشان ما حدش يتكلم فيه ان الاداره استثماريه وبتحاول تبيع لعيبه وهكذا. تمام. وبالتالي بدات لجنه التخطيط في النادي الاهلي انها تشوف بدائل عن وسام ابو علي. اول حاجه محمد شريف، لان الاسم مطروح بقاله فتره، وخصوصا ان محمد شريف حاليا جاي له عروض كده لسه شفويه في تركيا، لسه الموضوع ما اتاكدش هيبقى شكله ازاي، وبالتالي هو مستبعد حاليا. لكن كمان في كلام عن حد فلسطيني اسمه اسد الحملاوي، مهاجم قوي وكويس وكل حاجه، وشرط جزائي في عقده $1,000,000، لكن لسه الاهلي ما اتكلمش عنه ولا في عروض رسميه ولا شفويه ولا تواصل باي شيء، فالموضوع برضو على جنب. اما المفاجاه في البديل اللي طرحته لجنه الكوره او لجنه التخطيط في النادي الاهلي، وهو مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك السابق، وشكلنا داخلين على ازمه وحوار كبير. وبالتالي وجود مصطفى محمد في النادي الاهلي هيكون اضافه فنيه قويه جدا وتعويض مناسب لواحد زي وسام ابو علي. لكن المشكله كلها ايه هي؟ اولا اللاعب موافق مع الانضمام للنادي الاهلي او على الانضمام للنادي الاهلي، والاهلي تواصل معاه واللاعب ابدى الموافقه ومكمل وعاوز يكون في النادي الاهلي، كلام زي الفل. لكن الازمه كلها في الراتب الكبير وقيمه الانتقال. وبالتالي هنا الاهلي لما حدد سعر واحد زي وسام ابو علي ب 10 مليون دولار، فبالتالي الازمه اتحلت. مجرد وصول 10 مليون دولار عرض للنادي الاهلي في وسام ابو علي هيتوافق على العرض، وبالتالي الفلوس دي هتشيل فلوس انتقال وراتب مصطفى محمد للنادي الاهلي. نيجي بقى الموضوع الثاني وهو زيزو، اعاره زيزو، عروض اعاره لزيزو. اخبار الفتره الاخيره متداوله ان زيزو جاي له عروض اعاره كتير، خصوصا من الدوري التركي، في فنربخشة وفي بشكتاش التركي. طبعا بالرجوع لمصدر داخل النادي الاهلي اكد لموقع السوبر ان زيزو بالفعل الكلام ده الى حد ما مظبوط جزئيا، بمعنى اصح هو اكد ان النادي الاهلي تواصل مع احد الوكلاء لتسويق احمد سيد زيزو خارج مصر. ليه؟ بسبب الضغوط المحليه القادمه عليه والحاليه عليه، بسبب ان هو قادم بشكل مباشر من الغريم التقليدي لنادي الزمالك. بمعنى صح اللاعب هيتعرض لضغوط، اللاعب هيتعرض لمشاكل في حياته عموما او في الملعب او في المدرج او غيره، فبالتالي النادي الاهلي قرر ان اللاعب ده يخرج فتره اعاره عشان برضه الدنيا تهدى شويه والاجواء تهدى شويه، فبالتالي لما يرجع بعد فتره يكون الموضوع اهدى بالنسبه له. لكن بعد تالق اللاعب خصوصا في كاس العالم للانديه وبعد مشاهده خوسيه ريبيرو للاعب، اصر ان اللاعب يكون موجود، ومستوى اللاعب لفت الانظار بشكل قوي جدا، وخصوصا بعد مباراه او اتنين فقط، فاللاعب اثبت وجود اساسي في التشكيله الاساسيه، فبالتالي تمسك به المدرب وتمسك به الفريق ككل. خصوصا كمان الانديه التركيه دي لحد دلوقتي لم تقدم اي عرض رسمي او حتى شفوي، وبالتالي الاهلي متمسك باللاعب في الفتره القادمه، خاصه انه داخل على السوبر المحلي والدوري ودوري ابطال افريقيا اللي فقدها الموسم اللي فات، ومحتاج ان هو يعوضها الموسم القادم. اما ثالث موضوع معانا هو المدير الفني لنادي الزمالك القادم، هل هو كارتيرون ولا غيره؟ الفتره الاخيره تم تداول اسم كارتيرون للعوده لنادي الزمالك، ولكن الكلام ده غير مظبوط واسمه لم يطرح داخل اللجنه من الاساس، وبالتالي اللي اتكلم معاه هو واحد بس، كابتن احمد سليمان. كابتن احمد سليمان تواصل مع المدير الفني كارتيرون عن طريق وكيله وتفاوض معاه وجاز نبضه بشان الرجوع، ولكن دون الرجوع لمجلس اداره نادي الزمالك. عمل ده بشكل منفرد من تلقاء نفسه كده وخلاص، وبالتالي دي الازمه في نادي الزمالك. والمشكله ان معظم اعضاء مجلس الاداره كل واحد بشكل منفرد عن الاخر بيتواصل مع مدير فني او مع وكيله ظنا منهم واعتقادا منهم ان ده هيفيد نادي الزمالك. ده رقم واحد. رقم اتنين والاهم انه ياخد اللقطه مع جمهور نادي الزمالك وان انا اللي جبت المدير الفني وهكذا. فدي ازمه كبيره داخل نادي الزمالك وداخل مجلسه، كل واحد بيعمل بنغمه منفرده تماما، فيطلع في الاخر المشهد كله نشاز. وبالتالي
الميزه بس الوحيده في الموضوع ده ان حاليا محدش يعرف اسم المدير الفني اللي جاي واللي الزمالك بيفاوضه، ودي اهم ميزه، ان الزمالك بدا يحافظ على سريه المفاوضات، وكمان علشان يضمن عدم تدخل احد الاطراف او اي طرف اخر في المفاوضات يبوظ له مفاوضاته مع هذا المدير الفني. وبالتالي مفيش حد في مصر كلها يعرف هو مين المدير الفني القادم لنادي الزمالك الا ثلاثه فقط: احمد حسام ميدو، حازم امام، حسين لبيب رئيس النادي، فقط لا غير. فده كان كل حاجه معانا في كذا موضوع مطروح على الساحه. قول لنا رايك بس في مدرب الزمالك القادم هيكون مين، او شكله ايه، او عوده كارترون تنفع ولا لا. وفي نفس الوقت ايه رايك في زيزو ومستواه واستكماله مع النادي الاهلي واستمراره مع النادي الاهلي، وكمان بديل وسام ابو علي يا ترى هيكون مين؟